سلام. آم، بداية سنة جديدة 2026 وتجربة جديدة. لحلم قديم إنه أكسر حاجز الخوف وأكسر حاجات خيرات كانت داخلي في وهي مش أعيد الفيديو هذا، يعني من التحديات اللي قررتها إن أنا ما عادش الفيديو أبدا وأنا بصور ويكون تصوير ركض عفوي. يا ربي وش ذا مينفعش المايك يجي السنة صح؟ كيف الصوت يكون لو هو هنا؟ اسمع، بسم الله. نبدأ إنه ابدأ وخلاص، لا ننتظرش للحظة المثالية، لا ننتظرش للإضاءة المثالية، لا ننتظرش للكاميرا المثالية. فقررت إنه أبدأ، إن شاء الله تكون بداية خير، وإن شاء الله إني ما يكونش بس مجرد حماس البدايات وبداية السنة وهكذا يعني وأوقف. لا، إن شاء الله إن شاء الله إني أكمل في هذا الشيء. باختصار الفيديو هذا هيكون للدروس المستفادة والأشياء اللي تعلمناها من 2000 أو تعلمتها أنا من 2025. السنة هذه صنعت فارق كبير، وأنا يعني كنت بمتخيل خلاص إنه إحنا في الحياة بتجي لنا هذا الدرس القوي الذي يعلم الإنسان، اللي يغيره 180 درجة. كان قصدي إنه بس بيجي هذا الدرس مرة واحدة في الحياة، بعدها الإنسان يقرر يختار طريقة بعد الصدمة أو الشيء هذا الكبير اللي حصل في حياته. ما أدري إيش يسموه، بعضهم يسموه نداء الشخص، ويقرر إنه يعيش، إن روحه يعني إن روحه تستنير تستيقظ، أو إنه ياخذ الصدمة هذيك ويتعب ويمرض ويجنن. فأنا الحمد لله اخترت الطريقة الثانية، اخترت إنه الدرس هذا يعلمني يوعيني ينورني يخليني أكثر حنية أكثر وعي أكثر فهم. يعني الدرس هذا هو اللي بيغير الإنسان كامل من كل النواحي. فأنا كنت بين أعتقد إن الدرس هذا بيجي للإنسان مرة واحدة بس، بعدين اكتشفت إن الحياة دائرة بنمر طلع إن صوتي شوي بعيد، هو أنا صوتي وادي، إن شاء الله يكون هكذا الصوت تمام. بس بعدين اكتشفت إن الحياة هي عبارة عن دائرة بتعيد الأشياء، بتعيد الصدمات، بتعيد دروس الألم، بتعيد الأشياء اللي كنا نعتقد إن تجي الإنسان مرة واحدة في الحياة، بتعيد كل شيء. بس مش نفس الدروس بالضبط، إنما نفس الشعور. أنا بنتكلم عن نفس الشعور. ممكن يمكن اللي ما يحبش الفلسفة والأشياء هذه أكيد عيضيق، رغم إني قوي إنسانة، والله أعتبرني إنسانة منطقية وأحب المنطق وما أقتنع إلا بالمنطق. بس لا بأس ببعض الخرافات الذي بتخلي الحياة أحسن، بتخلي جودة الحياة أحسن، بتخلي إنسانيتنا أقوى. عادي مرحب بها. يعني هكذا سنتين في حياتي بطلت ورفضت أي خرافة في حياتي. أحس إنه خلاص كفاية علينا خرافات والله خيرات في حياتنا. ما عاد كان في كل حاجة كنت تشتي لها دليل منطقي علمي إثبات. وهذا الشيء تمام حالي إنه الإنسان يمر بمرحلة في حياته بس ما يطولش في هذه المرحلة، لأنه عاد اكتشفت والله إن الحياة صعبة، إن في أشياء قاسية جدا 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 مهما حاولت تتقبلها عاد تخلي منك إنسان قاسي ناشف بلا مشاعر. عادي نسمي علم الطاقة، نسمي بعض الناس يسموا أشياء في الإسلام خرافات، بعض
إيش ما كان، سميه إيش ما تسميها، أهم شيء إيش ما كانت هذه الخرافة، سواء هي فعلا خرافة أو مش خرافة، المهم هل هي بتخلي جودة الحياة أحسن؟ هل بتساعدنا نكون ناس أفضل؟ عادي بالنسبة لي مرحب بها. أما خرافة تخلي الناس والله يتقاتلوا ويكرهوا بعض، بعض الناس حتى ما يؤمنوش إني خرافة، لا هذه الحقيقة التي خلقنا لأجلها في الحياة، خلقنا لكي نعاني، خلقنا لكي نقتل أي حد مختلف عننا، خلقنا هذه يبردوا لكم حتى لو كانت حقائق، حتى لو قالوا لكم إن هذه حقائق، حتى لو قالوا إن هذه حقائق وما ينفعش ومدري إيش، أي حاجة يدعو إلى إنه الناس تقتل بعضها أو تأذي بعضها تحت أي مسمى، فالأفضل إن إحنا نفعل إكس على هذا الشيء. الحياة خلاص كلنا مدركين إن فيها جوانب جدا مظلمة، فيها أشياء فيها حقائق قوي صعبة على الإنسان إنه أصلا إن فهمها أو وصل لها ممكن يصاب بجنون. بس مثل ما في دائما ما فيش قانون، ما فيش حد يقدر يتفلسف في الحياة ويقول الخير أكثر أو الشر أكثر. طالما الحياة قائمة وطالما عاد إحنا عايشين وطالما عاد الأرض موجودة، في اتزان ما بين الخير والشر. لو ما فيش جانب زاد عن جانب، لو في جانب زاد عن جانب إني أعتقد لو الخير زاد إن خلاص إن الحياة اليوم بلا حروب بلا مشاكل، ما حد يأذي حد في الحياة. وإذا الشر زاد خلاص إن الناس الذي اخترعوا النووي طولوا يفجروا الكرة الأرضية وانتهت كل شيء. فاللي هو الخير والشر متساوي، إحنا اللي نقرر إيش نشوف، وإحنا اللي نقرر نحاز نسير لأي جانب. حاسة شي كبير. باميلا كيك والله أحب هذيك الإنسان وأحس إني بنفهمها. بنتكلم بشكل عشوائي عن الأشياء التي أنا وصلت لها أو عرفتها أو علمتني، خلينا نقول مش علمتني 2025 بس، علمتني الحياة كل ما سبق لحد اليوم. هذا أنا بين نقول لكم بس الأشياء اللي تعلمتها واللي وصلت لها. هل يعني إن أنا سأجلس ثابتة خلاص أنا تعلمت؟ أنا لا، دائما مرحب بكل شيء جديد يخلي الحياة أحسن ويخلي الوعي أكثر ويخلي المحبة تزداد. دائما مرحب بكل حاجة جديدة. بس أنا بنحكي قناعاتي اللي وصلت لها. من الأشياء المهمة الذي برضو تساعد إن الحياة تكون أحسن وتسهل على الإنسان حاجات خيرات، إن الإنسان يعرف نفسه. وعلى فكرة ما أدري إن سمعت هذه المقولة، يقولوا إن أصعب ما على الإنسان معرفته هو نفسه. يعني ما هوش سهل على فكرة إن الإنسان يعرف نفسه. مهما واحد قال أنا أعرف نفسي إلا داري أنا إيش أشتي، فاكتشفت إنه أصعب حاجة إن إحنا نعرف نفسنا، إن النفس هذه مجموعة جذور متعمقة على أشياء، على صناديق مغلقة خيرات، على يعني في مقولة أو يمكن قالها دينية لعلي بن أبي طالب إنه وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إنه فعلا كل مرة اكتشفت إن الإنسان هذا حاجة عميقة كبيرة نفسها نفس لما تعرف عن الكون. كل ما تقول وصلت لشيء يجي عاد أنت تفتح باب بعدها أكثر وأكثر. كل ما تقول مثلا تشافيت من شيء يفتتح لك شيء جديد لازم تشافيه. كل ما تقول اللي هو اللي تعلمته إن إحنا ما نقولش خلاص أنا وصلت، أنا تشافيت، أنا تعلمت، لا، إحنا دائما عاد إحنا أي حد يعتقد إنه خلاص وصل، أنا أشوفه إنه عادو إنسان جاهل، وإنه عادو المرحلة الأولى، عادو إيش يسموه ما نشتريه، يعني عادو نداء الروح الأول. بس عاد أنت ما قد تكتشف إنه غموض كل إيش هالأشياء اللي ممكن تخلي الإنسان يعرف نفسه.
ممكن يعرف نفسه من خلال الألم والصدمات والدروس القوية، وممكن يعرف نفسه من خلال العزلة. دائما العزلة والوحدة آه، تربي الإنسان غير إن تربي وتعلمه وتصقله، بتخليك تعرف أنت إيش تشتي. عشان هكذا بعض الناس لما يصيروا يقتربوا بيعيشوا مشاعر جديدة، بيواجهوا أشياء لأنهم ما تعودوش، عادهم ما قد اكتشفوش نفسهم، كان عادهم تحت إطار العائلة، تحت إطار الأم الأب. فالوحدة والاستقلالية من الأشياء اللي تخلي الإنسان يعرف نفسه قوية. إيش يعني إن الواحد يعرف نفسه؟ يعني في ناس لو تقول لهم اكتب أهدافك، أكتب لك أهداف غيره، أكتب لك الأهداف الترندية الموجودة في آخر تحديث للحياة. كيف يعرف الإنسان نفسه؟ لا، ما جربش إنه يتألم، ما جربش إنه يحصل له درس قوي بيخرج من الحالة، ما جربش نفسه وهو لحاله. في ناس حرفيا ما هيش دارية إيش تحب، إيش تكره، إيش تشتي، إيش غايتها في الحياة. آه اللي هو خلاص يعني مبسوطين باللحظة هذه وخلاص، وماشيين حياتهم. ما مش دارية هل الحياة هترجع هذه تفاجئهم بأشياء قوية، ترجع تديلهم، هل عادهم ما قد لقوش الدرس الأول في حياتهم الذي يغيرهم 180 درجة، أو هل عادهم يعني في غفلة ونوم وما مش دارين بأي حاجة يعني. اللي بيألم الناس هو اللي بيألمهم، الذي بيفرح الناس هو اللي بيفرحهم، عادهم في رحلة القطيع. فالإنسان لازم يعرف نفسه عشان يعرف يختار، عشان أصلا الإنسان لما يعرف نفسه ما يدخلش في السباق هذا الذي بيحصل مع العالم، ما يدخلش في موجة السباق هذه المرهقة. احنا في سباق، الحياة خلاص قد كلها تسارع، كلها سباق. ممكن واحد بيكون بيشتغل وكله عمر في الشغل هذا بس مكتئب، ما هوش سعيد، ما هوش مرتاح. ليش؟ لأنه اختاره وقتها عشان يغيظ حد، أو عشان منافسة، أو عشان حد، أو عشان أي حاجة ثانية، إلا إنه اختاره برضاه أو بقناعته الداخلية وبحب. فمهم جدا نعرف نفسنا، مش بس عشان والله تخصص وعمل ومستقبل، لا، احنا محتاجين نعرف نفسنا عشان حاجات خيرات. عشان احنا إذا عرفنا نفسنا نعرف نختار الأصدقاء الصح، نعرف نختار الشريك الصح، نعرف نختار الأماكن التي نتواجد فيها الصح، ما نجلسش في نفس المكان نحاول نحاول نحاول، ما نتعلقش بالأشخاص الغلط. خلاص أنا أعرف نفسي، أنا عارفة أن الشخص هذا غلط، شوف عليه سكيب على طول، ما أجلسش أحاول في حاجة ما تشبهناش، ما أجلسش أفرض نفسي في مكان ما يشبهنيش. أعظم رحلة بالنسبة لي هي رحلة الإنسان في إنه يكتشف ذاته. يا جماعة أنا ما أقولش هذا الكلام يعني والله أنا الذي واصلة المعرفة عن نفسي، لا، أنا ما زلت أتعلم، وما زلت في رحلة بحث عن ذاتي، وما زلت أخطأ، وما زلت أجرب، وما زلت أحاول. بس أخطائي اليوم بناخدها مهما كانت قوية، أخذها على أنها والله دروس باهظة الثمن، ما حاولش إن أنا أوقف فيها خيرات. ممكن أول مرة هي الذي بنضيع وبنوقف خيرات وبنتوه، وإيش نفعل، وهل هي نهاية الحياة أو مش نهاية الحياة، وهذه الأسئلة الوجودية. لا، خلاص بالحين عارفة أنه درس، وأنا أقرر أختار بعدها إيش أخذ من الدرس هذا. هل نتعلم ونمشي؟ هل هذا درس بيطور روحي، بيأهلني لأشياء أقوى وأصعب غير باقي الأشياء المتاحة مثلا ممكن للناس العادية؟ أم هل هو مجرد درس خلاص درس قوي ولازم أحبط وأحزن؟ أنا أقرر بعدها. خلونا نتعلم من كل حاجة بتحصل معانا، وما نوقفش خيرات، ما نوقفش بإحباط، ما نتوهش. اسأل دائما، اسأل، ابحث عن كل شعور بيحصل داخلك. ليش؟ أي حاجة يعني، أي حاجة من الأشياء اللي أنا تعلمتها إن نبحث على أي حاجة، مثلا كوابيس بتجيلي أبحث ليش بتجيلي. تعلمت على حاجة اسمها النية، قوة النية. ما
ما كنتش مدركة، خلاص حاجة درسناها وإحنا صغار في الابتدائية وقبل أي عمل مدري إيش النية. بس بدأت أركز وأبحث وأسمع عن قوة النية. سمعت في البداية زمان لأحمد عمارة، وبعدين سمعت أكثر من حد، يمكن سفيان الناصر وأكثر من حد، وبدأت أدرك إنه فعلا كل حاجة أنا نويتها من داخل الصدق وقلتها أو كتبتها تبدأ تتحقق. لذلك حددوا نواياكم بكل صدق. خلوا افعلوا أي حاجة. أصلا أوريدي النية هي بتبان، النية هي بتظهر، الناس بيحسوها. والله إن فعلت الفيديو هذا لنية شهرة أو أي حاجة بتوصل للناس. إن فعلت الفيديو هذا بنية أكسر أشياء في نفسي برضو هي بتبان. إن فعلت الفيديو هذا بنية، وهذه هي النية الحقيقية والأصل في البداية، إنه ممكن إنه نية التأثير بالخير والإصلاح. ممكن مثل ما أنا يوم من الأيام سمعت فيديوهات للناس، والناس هذولا حسيتهم إنه انقذوا حياتي، خلوا حياتي أحسن، تطورت من خلالهم. ناس خيرات ملهمين في حياتي وبذكرهم. ممكن أكون يوم من الأيام ممكن أكون أنا هذا الشخص، وسمعت في حياتي إنه يا إله أنت ألهمتنا في حاجات خيرات، يا إله أنت ساعدتنا، وكنت أقول أنا متى فعلت هكذا؟ يمكن مجرد بوست كتبت كلام قلته وما دارية هكذا في جماعة ونسيته. أجي أشوف بعد فترة، بعد مدة، أحد يقول لي هذه الكلمة، حسيت اللحظة إنه بالنسبة لي هذا أجمل شعور، إنك تطور أو تغير أو تحسن من نفسية أي حد في الحياة، حتى لو كان شخص واحد. ما اشتيش شهرة، مشتيش عدد خيرات، مشتيش ناس خيرات، بقد ما ممكن يكون كلام مساعد أو ينقذ شخص. بالنسبة لي هذه جاكون وقتها حققت أحسن حاجة، أكثر حاجة أنا أتمناها في حياتي. فعشان هكذا دائما انووا كيف تكون سنتكم الجديدة، وخليكم مدركين إن النية دائما بتبان. والله إذا دخلت أو بدأت شغل أو فعلت أي حاجة بنية أغيظ فلان أو أكسر مدري من أو أفعل أو أوجع حد، أو نيتك خير، هي ترجع لك، هي شر، هي ترجع لك. الكلام هذا ما أقولش على أننا والله إنسانة يعني متدينة ومطوعة والخير، لا، هذه حقيقة ثابتة في الكون. مسلم مش مسلم، رضيت ما رضيت، الخير والشر وأي حاجة يصدر من قلبك هو عيرجع لك، تأخر أو ما تأخرش عيرجع لك. فنخلينا مدركين لهذا الشيء، إن كل شيء عيرجع لنا. والله بتعيش السعادة، والله بتعيش الحب أنت استحقيته، بتعيش الألم مش أقولش يعني. أنا ما كنتش أحب هذه الكلمة اللي كانوا يقولوها مثلا مدربين النفس، أنت تستحق كل شيء يصدر منك، بس خذها على إنه درس ولازم لازم تتعلمه. وليش أنا بين أتألم؟ إذا كنت بتتألم ليش أنا بين أتألم؟ خلي على درس ولازم أعدي، مش إنه هذه في الحياة وهذا هو الواقع ولازم أرضى بالألم. لا، إذا أنت تشتيها كذا، أنت يعني خلاص مقتنع أو أنت مقتنعة إنه هذه الحياة لازم نعيش فيها عشان نتألم، لازم نعيش فيها عشان نعاني. لا، استحالة. استحالة. هذا الكون وهذا الإتقان وهذا الجمال اللي في الحياة وفي الكون خلقنا بس عشان والله نعاني. احنا خلقنا هي عيشة، عيشة واحدة، عيشها بكل ما فيها، عيشها الخير والشر وكل شيء عيرجع لك. برضو من الأشياء المهمة اللي تعلمتها وإن شاء الله التزم بها في 2026 إنه خلاص أنا أصدق إحساسي. في ناس في الحياة يكون عارف يقرر خلاص بدري يعني الدنيا عنده واضحة، هذا غلط خلاص غلط، باي باي من الأول، هذا صح أنا صح من الأول. في ناس يتوهوا شوية، وما بطرحش أسباب للتوهان هذا، يعني هل في والله يعني أشياء من الطفولة،
هل هي أشياء من الطفولة أو هل هو إنسان ضايع؟ ماشي أنا عارفة سبب التوهان هذا. ممكن تكون إنه طيب زيادة بيطرح أعذار ويقول لا ما قصدش فلان، يمكن مدري إيش، يمكن يطرح أسباب خيرات عشان هكذا بيتوه. هكذا يمكن في بيتوه. بس السنة هذه علمتني أصدق إحساسي. يعني أنا ما مشتري ليش أحيانا بنتوه في أشياء ولا في أشخاص، رغم إنه إحساسي وقتها كان إحساسي ما هوش مجرد هكذا ظن والله تخيلته ومدري إيش وقائم على موقف أو موقفين وخلاص. لا، أول حاجة عندي حدث كبير، كان عندي حدث دون. كيف عرفت هذا الشيء؟ إنه دائما هكذا فجأة وأنا سعيدة أحس لا في شيء غلط. طيب إيش فعلت أو إيش فعل الشخص هذا اللي قدامي ما نشتري، بس في شيء غلط. مجرد ما أتأكد وأقرب أكثر فعلا الذي كان في خيالي حصل. بعدين غير الحدث الأحلام. أنا من الناس الذي أحلامهم يعني الرسائل تنبيهية واضحة بالملي بالاسم بإيش يحصل. أنا من الناس هذه. بتجيلي رسائل واضحة جدا، يعني حتى الأحلام ما تحتاج تفسير، لأن أنا فترة من فترات حياتي خلاص بدأت أقول إيش هذا تفسير الأحلام، لا خرافة ومدري إيش. مش الأحلام نفسها، الأحلام هي رسائل بس تفسير، إنه كيف كل واحد بيفسر، كيف الهنود بيفسروا، كيف إحنا المسلمين بنفسر، كيف كل واحد بيفسر على كيف. حسيت ما هذا عبث، ما بش لها يعني ما بش لها قانون محدد الأحلام هذه. فبدأت تجيني أحلام واضحة 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 وتتكرر على مدار سنة كاملة، تتكرر على إنه لا لا يا إله لا لا لا. وأنا كنت أتجاهل إحساسي، أستاهل الصدمة، أكون قاسية شوية على نفسي بس عادي، أستاهل الدرس هذاك لأن أنا قد أحلامي واضحة. فتعلمت إنه خلاص شحترم نفسي، شحترم إحساسي أيكون هو بوصلتي في كل شيء في الحياة. مش في كل شيء صراحة، أحيانا بستخدم عقلي، أحيانا في أشياء تحتاج المنطق أكثر، أحيانا في أشياء الإحساس فيها أكثر، يعني بفعل توازن. بس اللي هو ما بتجاهلش إحساسي. برضو تعلمت إنه ما زعلش إذا حد والله كرهني ولا ما حبنيش ولا لله في لله ما تقبلنيش لأنه أنا والكل وأنت وأنتي وكلنا ممكن يمروا علينا أشخاص ما نقدرش نستصيغهم. ليش كيف ندري، خليه عادي والله أنا حصل شخص ما حبنيش. الناس طاقات، الناس درجات، الناس أرواح. ممكن شخص يشوفني الدنيا وما فيها ويشوفني ملهمة ويشوفني مساعدة ويشوفني يبتهج حياته. ممكن شخص يقول يعدي عادي. أنا هكذا، أنت كل إحنا في حياتنا هكذا، ما فيش حد، لا مش ضروري لازم كل الناس يحبونا في الحياة. غباء إن إحنا نزعل والله إن في ناس انتقدتنا. هذا بالنسبة بس يعني للمشاهير والأشياء دي. يعني إذا مثلا أنا بنطرح نفسي مكان المشاهير اللي بيزعلوا إنه في ناس انتقدتهم أو بيفلتوا 90% من الأشياء الإيجابية، وعشان شخص ادالهم كلمة أو كلمتين أو ما حبهم شو يزعلوا ليش؟ أنا إيش فعلت عشان يا أخي عادي، تقبل إن أنت مش أنت. يعني إذا كان رسول الله وما حد ومش كل الناس حبوه، في أعداء، إذا كان ما فيش حد انحب للأخير ومن كل العالم، ما فيش حد انكره من كل العالم. ولا تعتقد برضو انك مكروه من كل الناس، لا انت برضو لك ناسك ولك بيئتك اللي أتحبك، بس أنت تختار صح. كل الأشياء التي هي مشابهة لك أتحبك، فأنت بس ركز على نفسك وحاول تفهم نفسك. فبس أبي يعني هكذا أكمل هذه النقطة اللي هو لا نزعلش إذا حد كرهنا ولا نفرحش برضو بكثرة الناس حولنا. يكفيك من الحياة أشخاص حقيقيين، إن أنت تكون إنسان حقيقي. أصلا أنت إذا كنت إنسان حقيقي أتجذب لك البيئة المريحة. يكفي هل يعني
إيش فايدة كثرة ناس حولي وكثرة وكل حاجة وأنا مش قادر أكون على راحتي بتكلم بطبيعتي معاهم أو أخرج أسراري أو يمكن تصنع لك صديق واحد في الحياة بمثابة عالم أو جمهور. هذا أنا بالنسبة لي هكذا أكتفي مثلا صديقة أو شخص واحد هو أفضل من الكثرة بالنسبة لي. هذا أفضل. برضو من الأشياء اللي تعلمتها هذه السنة وحاجة فرقت معايا قوية هي الامتنان. الامتنان سمعت مرة واحد محاضرة دكتور أجنبي أو حاجة كذا بيقول المهم بيحكي عن أشياء كثير كثير كثير. يقول أنت عارف إيش العلاج؟ ممكن أنت ما تتوقعش إنه هذا العلاج بس الامتنان. سمعتها قلت أوه أيش امتن على كل حاجة موجودة معك ودرب نفسك. شوف العقل هذا هو نظام برمجي. إيش أتبرمجه أنت؟ يعني إحنا اللي نستخدم عقلنا ما نخليش عقلنا هو اللي يستخدمنا. هذه نقطة فارقة قوي 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 في حياتنا. أدرب نفسي على حاجة اسمها الامتنان. لما تدرب نفسك على الامتنان خلاص يقل عندك التذمر الإحباط من الحياة. نظرتك عتتغير للحياة. حاجات خيرات فيك عتتغير. لأن في ناس اليوم دائما متشائمين ضيقين مكتئبين. تجي تشوف هل معك يا أخي؟ هل أنت آمن معك سقف معك ما يكفيك الغدوة ويأكلك ويشربك معه؟ هل أنت بصحته؟ هل أنت معه 1000 مليون حاجة يمتن عليها وناسيها وبيدمر نفسه وبيقتل نفسه عشان والله حاجة عادي احتمال تحصل أو شخص سيء في حياته خذله. ما هو خلاص خذلك. ما شخص خذلك، شخص سيء، شخص خاين، تمام أخذت الصدمة خلاص يلا حاول أن أنت تعديها. لأنه ما نضيعش عمرنا ما نموتش عشان شخص رديء عشان شخص سيء. هذا وهو رديء عشان ما بالنسبة للناس اللي بيتعرضوا لأشياء صعبة الخيانات لإيش ما كان يعني هو شخص رديء. هل فوق ما هو رديء فوق ما هو الدرس مش حالي عدي تأذي نفسك وروحك وجسدك وأشياء خيرات لازم تكمل معك نهاية الحياة عشان هذا الرديء. لا حاول أن أنت تعطي نفسك يعني تخرج الألم الوجع إيش ما كان بس ما تطولش فيه. لأن أنت عارف إنه هذا الشيء ما يستاهلش. صديق خذلك حبيب خانك إيش ما كان تتذكر إنه خاين غدار كذاب يعني كذب علي تلاعب فيني. يعني هو في الأخير شخص سيء. شخص ما يستحقش إن أنا أزيد أذي نفسي أكثر. كم ما قضيت معه من الوقت كم ما قضيت معه من العمر كم ما حصل يحصل ودارين. المشكلة إنه أنت كنت داري وأنت مدرك إنه في ناس في الحياة أشرار في ناس في الحياة خبيثين في ناس في الحياة المس لها العذر يمكن جهل يمكن غباء يمكن هو بنفسه مريض متخبط مش عارف إيش ما كان سببه. خلاص الخير في اللي يجي دائما خلي هذه القناعة. ولما ندرب نفسنا على الامتنان ابحثوا عن حاجة اسمها مثلا الامتنان وكيف الواحد يدرب نفسه على الامتنان. تغيرت نظرتي لحاجات خيرات في الحياة. بدأت أبصر الأمور بشكل ثاني. بدل ما كنت أقوم مكتئبة وإيش أفعل مدري إيش ما حققت أشياء وهم المستقبل. بدأت أتمنى أقوم والله صرت هناك وأتعلم الصبر بدأت أبصر كل حاجة عادية بطريقة ثانية وبطريقة سعيدة قوية. فندرب نفسنا على الامتنان. برضو مثل ما تعلمت الامتنان على كل حاجة ولازم تمتن داخل نيتك وبالصوت العالي لكل شخص والله أثر فيك. أنا ممتنة اليوم لعدة أشخاص صنعوا شخصيتي حتى لو بطلت أسمع لهم أو كانوا بس مثلا في بدايتي أو خلاص تغير مرحلة الوعي بالنسبة لي عنهم أو طاقاتنا تغيرت بدأت أسمع الناس ثاني. بس ممتنة لكل شخص صنع مني إلاف اليوم. ممتنة الناس خيرات. ممتنة حتى لهذاك الدرس القاسي هو اللي وعاني وعلمني كل حاجة.
عندي قدرة كبيرة على المسامحة، مش أسامح كل الناس حتى الذي أذوني، مسامحة لكل حد. وإن أنا أسامح مش يعني إن أنا بسمح لهذاك الشخص أو إنه يرجع لحياتي أو لهذاك الإنسان المؤذي إنها ترجع لحياتي، لأ، سامحت عشان هم أقل من إنه أحمل حقد. الحقد ثقيل، الحقد، الوجع، الكراهية ثقيلة تكسر ظهر الإنسان والله متعبة، فهم أقل من إن أنا أحمل هذا الوجع داخلي. أنا متطلعة دائما لما هو قدام، وأشوف الحياة إن هي دائما في وفرة كبيرة وكثيرة من كل شيء، من فرص، من أشخاص، من كل حاجة في الحياة. فسامحة لكل الناس. مثل ما بنتعلم الإمتنان، نتعلم إن إحنا ما نسكتش عن الغلط. أنا كان قصدي إنه فترات حياتي كنت هذيك الإنسانة اللي هو طب ما دخلني، شو اسكت، طالما ما بإيدينيش أنا شخصيا ما عليا، ما مشتيش أوجع راسي، طالما ما بيمسنيش أنا بشكل شخصي ماليش دخل، ما شدش نفسي وجع راس. بس بعدين اكتشفت إنه فعلا والله سكت أنا الحق شيطان أخرس. لما نسكت عن حاجة نشوفها بعيد نقول ما توصلش عندنا، والله إنها لا توصل. طالما أنت لاحظت الظلم هذاك أو شفته أو أي ما كان وقررت تسكت عنه، من باب إنه ضعف، أنا أعتبره ضعف. هيجي يوم وتتمنى إن حد يتكلم بدلك أو يساعدك في حاجة، يعني يقول كلمة حق، اللي هو لا نسكتش على أي حاجة غلط. لا نسكت على أي حاجة غلط، نتعلم كيف نصيغها، كيف نقولها، كيف نطرحها بطريقة صح، بطريقة مش طريقة اللي هو كل شيء انتقاد وهبالة و... وسخرية. لا، قولها بنية إصلاح، لا تقول الشيء السيء هذا عشان بس والله أنا صريحة وأقول كلمة الحق فأقوم أوجع الشخص هذا وأديه بنية إنه أوجعه. لا، قول الشيء الحق بنية إنه يتصلح، بنية إنه ما يستمرش الظلم. لا نسكتش على أي حاجة ظلم. كم أصلا قضايا في اليمن، كم يا قصص توجع القلب، كم يا أشياء، كم حاجات خيرات، اللي هو أحيانا أسكت من باب اللي يعني أحيانا خلاص أسكت وابتعد من باب اللي هو أنا فوق طاقتي، خلاص الله يعني الله داري إن هذه نيتي، خلاص فوق طاقتي، خلاص فوق طاقتي. أما إذا أنت سكت اللي هو مشتيش أتحاكى، لا، لازم نحن نتحاكى، لازم نحن نقول لكل شيء غلط هذا غلط. ممكن أنت تتجرأ تقول غلط ويجي 1000 واحد أصلا كان خايف بعدها يقول غلط وبعدها فعلا يتوقف الغلط. فقولوا، عبروا، حتى لو قلت أنا ماليش دخل بهذا الشيء، ماليش دخل بالسياسة، والله ماليش دخل بالحروب، والله ماليش دخل بالظلم، والله ما أحبش الجو الجرائم والأشياء هذه إن نتحاكى فيها. فأنت بس قول رأيك إنه هذا غلط، وعيد حاكى 1 2 3 4 5 10 بعدك عيد جرؤوا وعيد يقولوا إن هذا غلط ويتغير الغلط. وإذا ما قدرتش تقول إنه غلط فعل مقيضه في الصح. تعلمت من الحياة رحلة تجارب، وإن أنا أشتي أستمتع بكل حاجة أنا أشتغلها عادي. إذا ما لقيتش نفسي هنا ألقى نفسي في هذا الشيء، إذا ما لقيت نفسي في هذا المجال ألقى نفسي في هذا الشيء. وجالسة أجرب حاجات خيرات وجالسة أجربها باستمتاع، وما انتظر لحظة الوصول. أدركت فعلا أن المتعة هي الطريق نفسها. دائما الناس اللي يعلقوا آمالهم لما نوصل، لما نسوي كمية الصدمة والقهر والألم والخذلان اللي بيحصل لهم لما يوصلوا ما يلاقوش الذي كانوا يشتوا قوي صعبة. فأستر إنه استمتع بالرحلة، استمتع وأنت تجرب كل حاجة. إن والله أجبرتك الحياة تبدأ، والحياة أصلا أوريدي أتجبرك كل مرة تبدأ من الصفر. كيف هو بس اللي أتجبرك تعيد من جديد وتقول ها أعيد من جديد، ممكن خلاص تحبط. بس لا، لازم تكون مرن إن أنت تعيد من جديد. والحياة اليوم في تسارع
قوي فظيع الذي بدأ بهم ال AI. أنا رسامة، أنا فنانة تشكيلية مصممة، أحب الفن، فحسيت إنه الفترة والله ال AI أخذ، فأحبطت فترة وحسيت إنه أخذ فعلا مكاننا. كنت أحب أرسم، فدالحين خلاص الناس يحولوا صورتهم برسمة بضغطة زر، هل خلاص أحبط، هل خلاص مدري إيش. لا، أتعلم تخصص جديد، أكون مرنة في إن أنا مهما الحياة أخذت يعني هكذا زاحتني أرجع من جديد أتطور في حاجة ثانية وخلاص، وأبدأ بعدين أبدأ أصنع فيديوهات، أكون مجهزة. أنا ما كنتش مجهزة، بس حبيت إن أنا أكسر أكبر الخوف. وفي الأخير إذا في حد سمع كل كلامي هذا بقول شكرا والله، شكرا جدا، شكرا لأن أنت سمعتني، شكرا لأن أنت سمعتيني، شكرا على وقتكم. إن شاء الله تكون سنة خير، إن شاء الله تكون سنة تحقيق للأمنيات وكل حاجة سعينا لها.